الزمالك بيطرد عبد الله السعيد من الباب الكبير. ها، والاهلي قفلها في وش محمد شريف وقال له بقول لك ايه، رفضك رفضا تام. ما طلعش المشكله عند كولر يعني. طيب، هنا اقول لك خبر عبد الله السعيد اللي بيفرض على نادي الزمالك في الوقت الحالي انه ياخد 30 او 25، عشان اكون بس دقيق جدا معاك في الرقم، 25 مليون جنيه في الموسم الواحد لمده موسمين. نادي الزمالك اداها كده، بالعارف اللي هو ده اللي عندي، عايز على كده، عايز مش عايز زي ما تحب. وارسل الملف بالكامل الى السيد عمرو الجنايني. الكلام كان على ايه في اتخاذ القرار داخل المجلس؟ ان هو يجدد لمده موسم واحد مقابل 20 مليون جنيه. يا بلاش والله، عبد الله السعيد، يا بلاش، ماشي. طيب، يبقى 20 مليون مقابل موسم واحد، مقابل ان عبد الله عايز 2 موسم ب 25 الى 30 مليون في السنه. فمرفوض تماما الفكره دي. محمد شريف، زي ما انتم عارفين، الاهلي متوقف في الوقت الحالي على مهاجم قوي جدا يسند مع وسام. فتم العرض على السيد الاسباني خوزيه او خوسيه ريفيرو محمد شريف. بص على الراجل قال لك لا، مش هو ده اللي انا محتاجه، ومش هي دي الكواليتي اللي انا عايزها الفتره اللي جايه. طيب، ايه رايك في اسامه فيصل؟ اسامه فيصل التفاوض كان مع البنك الاهلي على تعاقد مع اسامه فيصل، ولكن مغالاه داخل البنك الاهلي على اسامه فيصل بشكل كبير جدا، لدرجه اللي هو دي الارقام الكبيره قوي دي. مش هقول لك الرقم عشان خاطر ما يبقاش يعني فيك بالنسبه لي وبالنسبه لك، ولكن هو في مغالاه من البنك الاهلي. طيب، في لاعب تاني بقى، هو ده بقى المفاجاه بالنسبه لنا كلنا في الوقت. محمد ياسر. محمد ياسر هو لاعب في النادي الاهلي معار لفريق تشيكي بقاله فتره صراحه. ده اللي فعلا العين عليه، ده اللي الاهلي بيفكر في انضمامه لصفوف النادي الاهلي الفتره اللي جايه. شايفين ان هو مهاجم قادر على ملء هذا المركز. اسامه فيصل، محمد شريف، محمد ياسر. مع العلم ان هناك نظرة إلى لاعب مهاجم أجنبي آخر سيتم العرض عليه بعد كأس العالم للأندية على السيد خوسيه ريبيري.